إكرام حكاية تمرد ضد واقع أكرهها على الزواج المبكر، أذعنت لرغبة الأسرة في البداية لكنها اختنقت تحت ضغط شريك حياتها، فقررت الثأر لإرادتها المسلوبة بالتواري عن الأنظار ثم العودة. جيهان دبلالي تسرد لنا قصة مؤلمة. هو الضغط نفسه يولد الانفجار، انفجار إكرام التي زوجت مرغمة لتحقيق رغبة والديها، وبعد معاناة مريرة مع الزوج قررت الاختفاء هروبا من واقع أليم فرض عليها. طاقمنا توجه إلى مدينة الناظور نزولا عند رغبة أم إكرام لتصوير روبورتاج الاختفاء لعلها تعود. ومين كنخرج كنفتش والو، درتها في الصيت ناظور سيتي، المواقع اللي هنايا في الريف كلشي درتها والو، فيسبوك والو، حتى الخارج فهمتي. ايوا بقيتي تقلبي ما لقيتي والو. عييت ما نقلب لا صحاباتها ولا العائله ولا طولات والو، ما بالها صحاباتها واللي تعرفي واللي عرفتو ما خليت بلاصه. ايوا دابا شنو درنا دابا؟ مشينا للمحامي، درنا لها محامي، سولناه كيفاش الخلاص نطلقوا لها. نطلق واش غندير؟ معلومه هذه ما تزيدش حتى المحامي شنو قال لك؟ خصنا البنت تجي. ايوا خصك البنت ان شاء الله تجي. كاين اسرار اخرى ما قالتها ليش، اكتشفتهم في البرا اللي خلاتها لراجلها، لحقاش قالت له في البرا في الاخر ديالها انت يا محمد راه الوجه اللي كتبان به عكس الحقيقه ديالك، وداك الشيء اللي كدير راه غيحاسبك الله عليه دنيا واخره، وحتى القانون والشرع. شنو هما هاد الاسرار، شنو هما هاد الحقائق ما كنعرفهمش. دابا كنطلب من بنتي اكرام تجي عندي تقول لي هاد الحقائق، تقول لي هاد الاسرار باش انا نوقف معاها. انا غادي نوقف معاك يا بنتي، خصني نوقف معاك وخصني نرد لك الاعتبار ديالك وخصني نرد لك الحق ديالك. راني ما حد راني في الحياه، راني في الحياه. سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرر في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك، فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري، وأنت اللحن في شفتي بوجهك ينجلي. كرام بنتي ما نظنش خايفه من باها، زعما الصراحه ما عرفتش، ما عارفاش شنو عندها في قلبها ولا في خاطرها، بصح لو كان خايفه منه وقيلا ما كانش غادي تعيط له. ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى من الله انها ما تكونش خايفه حتى من شي واحد، ما يكون عندها الخوف حتى من شي واحد في الدنيا كامله، تخاف الا من الله تعالى. وكنطلب من الله تعالى يحفظها من كل شر وسوء، يحفظها في دينها وعرضها ونفسها ومالها، وكنطلب من الله تعالى ترجع في اقرب وقت باش تبرد هذه الجمره اللي في قلبي وفي قلب باها وفي قلب العائله كلها. قبل بث الروبورتاج بث نداء وعادت إكرام إلى حضن الأسرة بعد رحلة غياب ولحسن الحظ لم تدم طويلا، فقطع طاقمنا نفس المسافة لمواكبة الحدث، حدث رجوع إكرام إلى مسقط الرأس الناظور. قولي لي بنتي كيفاش طرالك حتى خرجتي من دارك؟ يعني من كثرة الضغط وداك الشيء اللي كان كيدير لي وداك الشيء، يعني هذاك هو السبب باش خرجت. علاش بنتي ما جيتيش عندنا ما عاودتيلناش هادشي كلشي اللي كان كيدير لك؟ يعني ما كانتش عندي الفرصه، ما كانش كيخليني الفرصه. هو كان انت كتعرفيهم، هو كان كيهضر معاكم ديما، هو اللي كان كيهضر معاكم، انا حيد لي قطع لي اتصال معاكم، قطع لي التليفون، قطع لي كلشي. واش كان كيضربك يا بنتي؟ كان كيضربني. وعلاش؟ علاش يعني كان كيطلب مني شي حوايج انا ما قداش عليهم، اولا ما كنبغيش، يعني ما مرتاحاش ليهم انا اللي نديرهم، اولا يعني مثلا شنو من حوايج؟ واش شغل الدار ولا هادي؟ يعني شي حاجه بصفه عامه انا ما مرتاحاش ليها. انا من تزوجت مشيت يعني من هنايا فرحانه، ويعني على فكره يعني انا اللي ندير داري ويعني نبني عائله، ولكن يعني انا من وصلت عنده مشيت يعني لقيت تفاجأت بزاف.
لقيت شي حاجه يعني غريبه، يعني من عكس يعني عكس المظهر نتاعو وداكشي اللي كيدار به، يعني هو داكشي اللي كيقولوا، يعني كيضرب، عنده فكره نتاع الضرب، عنده فكره يعني ان يعني البنت يعني تبقى في الدار، يعني ما من حقهاش تخرج ولا داكشي، يعني بزاف حتى يعني والديا لدرجه حتى والديا قطعهم عليا ويعني بزاف نتاع المسائل. يعني كيضغط عليا، كيقول لي يعني شي حاجه انا يعني ما بغيتهاش، لو مرتاحش بيها، ولا كيقول لي غادي ديريها بزز عليك، وكيهددني يعني ديما التهديد. تكرفست يعني بزاف وتقهرت، حسيت براسي انني تقهرت بزاف وتكرفست بزاف يعني يعني انا ما كنتش يعني جيت باش انني نعيش هذاك الشيء وداك الشيء، يعني لقيت شي حاجه يعني انا ما كنت مستعده ليها، يعني تصدمت بزاف صافي، وما بقيتش شنو يعني عارفه انني ندير، يعني صافي وهزيت راسي حتى لقيت راسي في الصويره. انا ملي مشيت للصويره يعني بقيت الخدمه مع واحد الدكتور في المختبر نتاع التحاليل، وتما يعني تعرفت على بنات اللي كيخدموا تما، وواحد البنت سولتها يعني قلت لها واش يعني كتعرفي شي حد بغى يكري ولا شي دار نتاع الكرا وداك الشيء، وهي يعني قالت لي كنعرف، وداتني عند واحد العائله، والحمد لله يعني هما بغاوني يعني ودخلوني عندهم، كراو لي هما يعني باش هما اللي بقيت معاهم، عشت معاهم الحمد لله، داروني بحال يعني بنتهم، بحال وحده منهم، يعني ما اعتبرونيش كوحده يعني جايه يعني غير كتكري وصافي، يعني يحسبوني وحده منهم الحمد لله. يعني بقيت معاهم، دوزت معاهم يعني وقت يعني مزيان، ما لقيتش يعني معاهم حتى اي حاجه ماشي هي هذيك. بمجرد ما بانت في مختفون بداو الناس كيعيطوا لي حتى عيطوا لي هاد الناس اللي في الصويره، ولقينا عندهم الصح بالدليل انه جابوها وهضرت معنا في التليفون وصافي وتقناهم. عكس لهادوك اللي كيقولوا لنا شي كيقول لنا راه فاس، شي في كازا، شي في الرباط، شي الله يسمح ليهم. منين تاكدنا بالله بنتنا راها عند هادوك الناس في الصويره، شدينا الطوموبيل انا وباها وواحد الجار ديالنا مع الوحده ونص الليل، حتى وصلنا للصويره مع العصر، نهار الجمعه مع العصر. دوك الناس اللي كانت عندهم اكرام قالوا داروا معنا نتلاقاو في المحطه. علاش؟ لحقاش اكرام كانت وصاتهم بلا ما نمشيوش للدار، ما يجيبوناش للدار فين كاينه، لحقاش كانت خايفه لا يكون معنا داك رجلها. هذا هو السبب باش تلاقينا معاهم في المحطه. منين تاكدوا بلا راه جينا بوحدنا ومعنا هذاك الجار ديالنا مسكين الله يجازيه بخير، مشينا للدار وتلاقينا، وكانت اسعد لحظه، يعني كان البكا والضحك في نفس الوقت. نفرح مرة فرح زادا ديالنا العائلة مرة جبار إلا غادي نظن الحمد لله. فرح كان الجيران، فرح كان الفاميلية، كاع الصداقة، نفرح الحمد لله. اللهم لك الحمد. بنتي رجعات الحمد لله، كنستناو الاجراءات القانونيه باش نتفارقوا مع داك الراجل بلا مشاكل ان شاء الله باذن الله، ونشجعوها دير لمستقبلها وتعيش حياتها. يعني داك الشيء اللي وقع ان شاء الله نهزوه كتجربه باقي صغيره، تجربه تهزوها هي وهزينا حنايا، وتبدا حياتها ان شاء الله كما بغات، وكمل على الله. انا الامنيه نتاعي الاولى هي انني نتفارق مع ذاك الراجل اللي انا كنت مزوجه به، وامنيه الثانيه انني نعيش حياتي ونكون المستقبل نتاعي من القدام ان شاء الله.
الحمد لله، يعني انا ما ضاع مني والو، ما حد، يعني والديا حيين باقيين الحمد لله. ويعني عندي يعني كاين مستقبل قدامي، غادي نقرا ان شاء الله، غادي ندير بزاف نتاع المسائل يعني من القدام. سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشد